في الفيديو ده انا هكمل معاكم الجزء الثاني من الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. فطبعا انصحكم انتوا تشوفوا الفيديو الاولاني عشان تفهموا الصوره كامله، وطبعا كالعاده انا سايب لكم كل حاجه في الديسكربشن اذا كان من المصادر او التفاصيل بتاعتها. ويلا كفايه كده واسيبكم على الشرح. طبعا بالنسبه للكومبوزيشن هو بس هيبقى 15 فريم زي المره اللي فاتت وتدوس اوكي. وبالنسبه للخلفيه ممكن نيجي هنا عند النيو، نيجي بسوليد ونخلي اللون بتاعه رمادي بالشكل ده وتدوس اوكي. طبعا هنيجي هنا عند الاليبس تول، ندوس حرف كيو، وبعد كده هنعمل دايرة كبيرة بالمنظر ده تنزلها لتحت بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا نرسم دايرة تانية وندوس شيفت بالشكل ده. ممكن تسنتر انكر بوينت وتيجي مثلا عند الالاين تخليه في النص وتطلعه لفوق. بعد كده هنيجي هنا عند الشيب الاولاني ونضيف له جرادينت رامب، هنخلي البداية هنا والنهاية هنا. ممكن طبعا تعمل سواب للكلر. طبعا نفس الكلام ممكن نيجي هنا عند الريكتانجل التاني نضيف له هنا جرادينت رامب، نفس الكلام البداية هنا والنهاية نخليها هنا. بس هنغير اللون، بدل ما يبقى ابيض ممكن نخليه رمادي شويه بالشكل ده. بعد كده انا ضفت هنا اللوجو بتاع القناه، مثلا نيجي هنا عند السكيل نصغره شويه ونظبط الروتيشن بتاعه، ندوس حرف الار ونعدله شويه. طبعا بعد كده هنبدا نعمل الافكتات. طبعا كنت شارح ازاي تعمل افكتات في الفيديو اللي فات، انت طبعا ممكن تتفرج عليه، هو هيظهر لك في الشريط اللي فوق. بعد كده هنيجي هنا نعمل نول اوبجكت نسميها موفمنت، وهنربط طبعا الشكلين باللوجو بالنول اوبجكت. وطبعا هنبدأ نعمل أول كي فريم للوجو. نيجي هنا عايزين نطلع 3 حاجات، بوزيشن سكيل وروتيشن، نعمل لهم كي فريم ونطلعهم قدام بالشكل ده. هنبدأ نصغرها حاجة بسيطة وننزلها لتحت، خلي الروتيشن بالشكل ده. بعد كده هتعلم عليهم، تدوس F9 عشان تعمل لهم ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نقرب الكي فريم شوية. بعد كده هنيجي هنا في الموفمنت عند السكيل ونعمل كي فريم ونطلع قدام شوية ونعمل زوم لقدام. نفس الكلام نعمل ايز نروح للجراف اديتور ونرجعه لورا. طبعا احنا عايزين نخليها زي الفيديو اللي فات اللي كان ظاهر، عايزين نخلي اللوجو يفضل كده يطلع وينزل. فاحنا عشان نعملها ممكن نيجي هنا عند صورة اللوجو ندوس كنترول شيفت دي ونشيل طبعا الكي فريمات اللي فاتت. هنيجي هنا عند البوزيشن بتاعها ونبدأ نعمل هنا اول كي فريم ونطلع قدام شوية وننزلها لتحت حاجة بسيطة، وناخد كوبي الاول كي فريم ونعمل له بيست لقدام وتجمعهم كده مع بعض وتعمل لهم ايز. طبعا انت ممكن تزود تفاصيلها شوية. انت ممكن هنا تيجي عند الروتيشن بالمرة تغير الزاوية بتاعتها حاجة بسيطة وتخليها ترجع تاني. هنعمل للاتنين اكسبريشن، نكتب لوب اوت وتاخدها كوبي وتعمل لها بيست عند الروتيشن. وبعد كده مفضلش حاجة غير اننا نيجي هنا نعمل ادجستمنت لاير ونحط سي فينيت، وطبعا مننساش نغير اسمها. وطبعا مفضلناش حاجة غير اننا نضيف التكست. ممكن ندوس هنا كنترول تي عشان نطلع التكست، نكتب هنا مثلا your right way، في هنا علامة تنصيص في الناحيتين ونعلم عليهم كده كلهم، ونغير الفونت نخليه اسف برو والسن ايتاليك. هنسنتر انكر بوينت نسنترها في النص ننزلها تحت بالشكل ده. وبعد كده ممكن نيجي هنا عند اللون بتاعه نخليه خش بالمنظر ده، دوس اوكي ونضيف عليه ديب جلو. طبعا ممكن نخلي الراديوس 700 كفاية قوي ونقلل الاكسبوجر شوية بالشكل ده. وطبعا عشان نعمل التكست التاني ممكن نسهل علينا الدنيا شوية، ممكن نيجي هنا نعمل دوبليكيت ننزلها تحت، نخلي اللون على الابيض ونغير الفونت، نخلي بدل بيبقى سن نخليه بولد ونصغره شوية، ونغير الكلام نكتب باورد باي موش. طبعا هنضيف هنا دروب شادو وهنطلعها فوق الديب جلو ونعلي الاوباسيتي على الاخر، وهنعلي الديستنس حاجة بسيطة بالشكل ده، وهنزود السوفتنس، وهنقلل طبعا هنا في الديب جلو نقلله شوية، نخلي الراديوس 400 ونخلي الاكسبوجر 2/10. وطبعا عشان يتحركوا معانا، طبعا عشان تاخد بالك قبل ما نتحرك تايم لاين لازم نعمل لينك على اساس ما يتحركش معانا. وطبعا ما تنساش ان انت تنزل التكست تحت افكتيف فينيت. طبعا احنا ممكن نعمل انيميشن للتكست، ممكن نعلم عليهم هما الاتنين، ندوس حرف البي وندوس شيفت تي نعمل كي فريم عليهم كلهم، نطلعهم شوية نرجع ورا حاجة بسيطة، هنخلي الاوباسيتي على الصفر ونخليهم ينزلوا حاجة بسيطة بالشكل. وطبعا نعلم عليهم هنرجع لورا وهنخليهم هما الاتنين ينزلوا حاجة بسيطة بالشكل ده، ونخلي الاوباسيتي على الصفر، نعلم عليهم نعمل ايز ونخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا. وطبعا عشان ممكن نعمل تفاوت في الكي فريم شوية ممكن نقدم واحدة عن التانية، ممكن نقدم مثلا التكست دوت عن التاني بالشكل ده. وهيكون كده خلصنا اول فكرة، ويلا بينا نخش على الفكرة التانية. طبعا الفكرة التانية سهلة جدا وفكرتها بس في الحتة دي. طبعا هنيجي هنا نعمل نيو كومبوزيشن نفس كل حاجة بالظبط، دوس اوكي، هيبقى نفس الشيء باك جراوند، وهتعمل دايرة بالابس تول بالشكل ده وانت زي الشيفت
واحدة كده كبيرة وتنزلها لتحت، هيبقى نفس الجرادينت رام. نخلي البداية هنا ونهايتها تبقى هنا. هنعمل سواب للكلر وهنخلي اللون الأبيض دوت رمادي شوية بالشكل ده. وطبعا هنيجي هنا تاني عند الليبس تول ونعمل دايرة صغيرة بالشكل ده تسنتر أنكر بوينت ونسطرها في النص. وهنيجي هنا عند البين تول ونقرب عليها كده شوية، وعايزين نعمل خط من هنا لفوق، وهنعلي شوية الستروك ونشيل منها الفيل. الستروك طبعا يبقى لونه أبيض، ممكن طبعا نرفعه شوية. ولكن هنا هنيجي عند الكونتنت والشيب والستروك وهنيجي عند التيبر وهنعليه. هنيجي هنا عند الاندلنس ونعليه على الاخر بالشكل ده. وطبعا هنربط الخط ده اليبس ونبدا بقى نسميهم. ده نسميها بول واحد، ده نسميها لاين واحد، وهنعلم عليهم ونخلي لهم حاجة تانية عشان نقدر نفرقهم. ودلوقتي انت ممكن تعمل لها دوبليكيت، ممكن نعمل دوبليكيت مرتين كمان بالشكل ده. نبدأ نرتبهم ونبدأ نوديهم هناك روتيشن، نخليه بالمنظر ده ونبدأ نفرقهم عن بعض بالمنظر ده. وبعد كده هنيجي نعمل هنا نيو ونعمل سوليد تانية ونخلي لونها أبيض وندوس أوكي وننزلها تحت ونسيبها فوق الباك جراوند ونحط هنا السي سي سبوت لايت. وطبعا من الشكل انت هتبدأ تعرف احنا هنعمل بيها ايه. طبعا باختصار هي زي الإضاءة اللي هي بتبقى نازلة من فوق لتحت، عشان كده انت بيبقى عندك هنا فروم البداية بتاعتها، وديت هنخليها بعيدة خالص بالشكل ده، وهنخلي هنا تو هتبقى تحت. طبعا يستحسن هنبعدها قوي بالشكل ده، وممكن طبعا نضيف عليها فيل ونخليها ورا بالشكل ده، وهنخلي لون الفيل يبقى فيها سنة رمادي. دوس اوكي. وبعد كده عند الهايت هنوطيها شوية بحيث تبقى ارفع، وهنوطي من الكون انجل بحيث تبقى اصغر شوية، ونرجع تاني نظبط بدايتها ونهايتها. وهنيجي هنا عند الريندر نخليه لايت اونلي. ممكن برضو نظبط الانجل نخليه سوفت اكتر، ونوطي الانتنسيتي حاجة بسيطة. وبعد كده زي كل مرة هنضيف الافكتات اللي احنا عملناها ونعمل لها بيست هنا. نبدأ بالشكل ده ونبدأ طبعا نرتبه، وما عادش فاضي غير اننا نعمل دول اوبجكت عشان نبدأ نعمل الانيميشن بتاعه ونسميه زي المعتاد موفمنت. وهنربط طبعا الكور اللي احنا عملناها فوق ديت، وهنربط معاها الشيب والإضاءة لسه برضو مسميناهاش بالنول اوبجكت. طبعا يستحسن ننزلها تحت عشان نقدر نفرق، ونسمي الإضاءة اللي احنا عملناها ديت لايت. هنيجي هنا عند الكور ونفتح بوزيشن ونبدأ نعمل لهم كي فريم. هنودي طبعا الكي فريمات ديت لقدام شوية وهنطلعهم لفوق بالشكل ده، نعلم عليهم ونعمل ايزي ونرجعهم لورا في الجراف اديتور، وهنعلم عليهم نعمل ايزي ونخش على الجراف اديتور ونرجعها لورا خالص بالشكل ده. وطبعا ممكن نسبق واحدة عن التانية. نيجي هنا عند التكست نكتب make it real ونخلي هنا الفونت heavy italic ونعلي حجمه بالشكل ده. ممكن نخليه في النص نطلعه لفوق ونقعد نكبر في التكست بالمنظر ده. بعد كده هننزله تحت خالص، وهنيجي هنا عند الاوباستي ونخليه مثلا على 40، وهتلاقي طبعا صورة وضحت زي ما احنا كنا عايزين. وطبعا ما فضلش حاجة غير الحاجات اللي عملناها في الفكرة الأولانية، وفضل طبعا آخر حاجة واللي هي طبعا سيبناها خالص. وطبعا نتأكد من آخر حاجة اللي احنا رابطين كل الحاجات ديت بالنول اوبجكت. وبعد كده نيجي هنا عند النول اوبجكت ونفتح السكيل ونطلعها لقدام الشكل ده، ونعمل زوم لبره بحاجة بسيطة، نعمل ايز ونخش على جراف اديتور ونرجعها لورا، ودي تبقى النتيجة بتاعتها. وطبعا من هنا نخش على الفكرة التالتة. طبعا الفكرة التالتة أسهل منهم بكتير لأن هي عبارة بس عن 2 ريكتانجل وفيها بس الشخصية دي، وديت الفكرة اللي احنا عايزين نعملها. وطبعا نفس الكلام نفس الكومبوزيشن. هنيجي هنا نعمل سوليد نخليه اسود وندوس اوكي. وبعد كده هنيجي هنا عند الريكتانجل وعايزين نعمل لنا مستطيل بالشكل ده، نسنتر انكر بوينت وهنشيل منه الستروك وهنخلي الفيل لونه ابيض. وطبعا نعمل دوبليكيت وبالظبط هنعمل الطريقة دي. هنيجي هنا عند الكونتنت وريكتانجل وهنيجي هنا عند الريكتانجل باس. علشان نقدر طبعا نتحكم بالنقط ديت لازم نعلم عليها، ندوس كليك يمين ونخليه convert to desired pass. مش عارف منطقة صح ولا لأ، وقولولي في التعليقات. وهنيجي هنا عند الباس ونجيب البين تول وهنخلي النقطتين دول تحت بالشكل ده. طبعا ممكن نعلم عليهم ونزقهم حاجة بسيطة ناحية الشمال. وبعد كده هنجيب صورة الراجل المحترم ده طبعا نظهرها. طبعا عشان نقدر نعدلها ونطلعها زي الصور اللي فاتت هنيجي هنا بالظبط نضيف لها فيل ونخلي لونه اسود. وطبعا عشان نخلي الناحية التانية هنيجي ندوس هنا كليك يمين ونروح عند الترانسفورم
وهنختار فريب هوريزونتال. طبعا هنيجي هنا عند السكيل نبدأ نصغره اكتر ونوقفه هنا. وبعد كده هنحط اخر افكت، وده هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، في سي ريفلكت. وده باختصار ده اللي هيخليه تعمل له انعكاس في الارض بالشكل ده. طبعا هنبدأ نظبطه، هنسيب الانجل زي ما هو، وهنيجي هنا عند حاجة اسمها سكيو ونخليها بالشكل ده. وطبعا احنا ممكن نقربها رجله بالمنظر ده. وطبعا بعد ما نقربه هنديله بس سنة بلور، نيجي هنا ونكتب 1. وطبعا هنضيف الافكتات بتاعت المرة اللي فاتت، وطبعا هنرتبهم. وعايزين ناخد الافكتات دي كلها وننزلها تحت الصورة بالشكل ده. ومفيش حاجة بالظبط غير اننا نضيف الكلام، ودي تبقى النتيجة بتاعتنا. يلا بينا نخش على الفكرة الرابعة، وتعتبر اخر فكرة. طبعا الفكرة الرابعة ممكن تعتبر جديدة شوية، ان انت هترسم مجسم زي باكمان يتحرك ويقعد ياكل النقاط اللي قدامه ديت وتظهر وراه بالشكل ده، ويقعد يتجدد زي ما انت شايف. وطبعا عشان نقدر نعمل حاجة زي دي هنيجي الاول عند الكومبوزيشن نسميه مثلا باكمان. وصح ما تنساش ان طالما هنرسم مجسم سيبه احسن 60 فريم عشان ما نتلخبطش معاه ومع الكومبوزيشنات التانية. وبعد كده هنبدأ نرسم دايرة بالإليبس تول، ندوس شيفت ونخليه كبير بالشكل ده، ونسنتر انكر بوينت ونسنتره في النص. بعد كده هنيجي هنا عند الإليبس، ونيجي هنا عند الباس وهنعمل برضو نفس الطريقة. نيجي هنا عند البين تول وهنشيل النقطة اللي تحت دي بالشكل ده. وبعد كده هنبدأ نعدل على الاتنين الباقيين، ممكن ندوس الت نوديها عند النقطة دي بالظبط، وديت نفس الكلام. وبعد كده بعد ما عملنا نص دايرة ممكن نيجي هنا نعمل دوبليكيت وندوس حرف الار عشان نطلع روتيشن ونخليها 180. وطبعا بعد كده احنا عايزين طبعا نحرك المجسم ده. طبعا هنيجي عند الاتنين نفتح الروتيشن عشان نبدأ نظبط كل واحدة فيهم. طب احنا عايزين نخلي مفتوح بالشكل ده، نعمل كي فريم نطلع قدام حاجة بسيطة. بعد كده نرجعهم زي ما كانوا، هنا 180 وهنا 0. ناخد الكي فريم الأولانية ديت كوبي ونوديها الناحية التانية بيست، وتفضل على المحور ده زي ما انت شايف. طبعا هنعمل لهم اكسبريشن زي أول فكرة ونكتب لوب اوت، ناخدها كوبي وننزل تحت نخليها بيست. ممكن طبعا ندوس الت ونقربهم من بعض، تتأكد طبعا ان الزمن هو بيفتح بقه هو الزمن هو بيقفل بقه بالشكل ده. وبعد كده بالظبط هنيجي عند كل واحدة نضيف لها جرادينت رام، وهنخلي البداية بالمنظر ده ونهايتها كده. وهنخلي طبعا اللون الأبيض وماضي حاجة بسيطة كده، والأسود نخليه بهتان بالمنظر ده. وبعد كده تاني الإفكت الناحية التانية من هنا لهنا. وبعد كده نعمل نيو كومبوزيشن تانية، بس المرة دي هنخليها 15 فريم وندوس اوكي. بعد كده هنيجي من عند البروجكت كومبوزيشن اللي كنا مسميينه باكمان، دور عليه هنلاقي هنا اهو وهنوديه هنا. وطبعا بالشكل ده هنيجي هنا عند البوزيشن نعمل له كي فريم وتبقى بدايته هناك، ونطلع قدام شوية ونخلي نهايته هناك. بعد كده ما ننساش ان احنا لازم نعمل باك جراوند لونه اسود بالشكل ده. وبعد كده نبدأ نحط المكعبات بالترتيب. نيجي هنا عند الريكتانجل نعمل مربع بالشكل ده، سنتر انكر بوينت، ونجيب اول واحدة هنا عايزين يبقى مكانها بحيث النقطة اللي هيقفل فيها بقه هنا. بعد كده هنغير الفل بتاعها، نتأكد ان هي هتبقى جرادينت، ونخلي البداية والنهاية بالمنظر ده. طبعا ممكن نغير اللون، بدل من الاصفر نخليها مثلا احمر مايل على بامبي كده. ممكن طبعا نصغرها اكتر شوية من عند السايز، دي حاجة ترجع لك. وبعد كده نفضل نعمل تراكنج وافضل ماشيين معاه. عادية الأولانية ناخد دوبليكيت ونشوف اللي بعدها تانية، وهكذا لحد ما نكمل الآخر. وبعد كده طبعا نبدأ نلعب في الأوبستي بحيث أول ما يجي ياكل البوينت اللي احنا عاملينها دي نعمل كي فريم، وأول ما يقفل بقه نخليه على 0. وبعد كده هناخد الكي فريم بتاع الأوبستي ده كوبي ونفضل نعمل لها بيست على الباقي، بحيث لما نيجي دلوقتي نشوف النتيجة ممكن طبعا نبدأ نعدلها أكتر بحيث إنها تختفي بسرعة أكتر. وبعد كده بعد ما تمشي ممكن طبعا نخليها تعمل ريفرس للكي فريم بحيث أول ما تمشي تظهر تاني. نفس الطريقة برضو هناخدها كوبي ونفضل نوزعها. وبعد كده زي كل مرة نيجي ناخد بقى الإفكتات، وبعد ما نعمل لها بيست تبقى ديت النتيجة بتاعتها كلها. وطبعا بما انك وصلت لهنا فانا متاكد ان انت استفدت من الفيديو من اوله لاخره، وعشان كده ما تنساش تعمل لايك للقناه وتشترك علشان يوصلك كل جديد. ويلا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.